من استديوهات الفضائية الإريترية في العاصمة أسمرة، أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، معكم فيها حنان جيلاني. وإلى العناوين. دعم المحتاجين في صنعفة. المواطنون في الولايات المتحدة الأمريكية يلغون إيجارات البيوت. ارتياح لخدمات المياه في عدرده. ارتفاع معدل الإصابات بكورونا في بلدان خففت الحجر. الصين تعلق استيراد اللحوم من 4 مصالح أسترالية. ومقتل 5 مرضى مصابين بكورونا في حريق بمستشفى روسي. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. تلقت الأسر المحتاجة في ضواحي سرحة وميتر وقلباء وفورتو ومرارة بمديرية صنعفة الدعم المقدم من وحدات القيادة الوسطى بأكثر من 20 كنتال من الأغذية. كما تم تقديم 10,000 نقفة من مكتب خدمات التعليم، 8,335 نقفة من عمال إدارة مديرية صنعفة، و26,665 نقفة من الجمعية التعاونية لمديرية صنعفة للمحتاجين. من جهة أخرى، سمحت السيدة رحمة حاج إبراهيم السكن المجاني لشهرين ل5 من مستأجري منزلها، والقس تسفهوات أرأيا ل3 مستأجرين ل3 أشهر في مدينة صنعفة، والسيدة هوت قلتا من ضاحية مطراء ل3 مستأجرين لشهرين. وقدم السيد صقاي تولدي من ضاحية حكير مبناها المكون من طابقين لوزارة الصحة حتى زوال مرض كورونا. ويقدم أحد المحسنين 60 من الخبز للمحتاجين يوميا. يواصل الشعب الإريتري في الداخل والمهجر التبرعات لتنمية صندوق التصدي لوباء فيروس كورونا. التفاصيل في سياق التقرير التالي. أفادت وزارة الصحة بأن التبرعات المالية والعينية تستمر لتنمية صندوق التصدي لوباء فيروس كورونا. وفي هذا الإطار قدم عمال المكتب المركزي لوزارة السياحة والفنادق الحكومية 667,539 ألف نقفة، وعمال المكتب المركزي لإدارة الأقليم الجنوبي 408,216 نقفة، وعموم المتاجر الصغيرة 125,770 نقفة، وعمال البنك العقاري التجاري 52,365 نقفة. وقدم كل من مصنع كحول بالسرات وجمعية الألبان بدبار وضواحيها وطاحونة تخلق برهيوت للذرة والفلفل الأحمر 10,000 نقفة، ومزرعة حيوانات مسفن كيداني 15,000 نقفة، ومعرض أثاث هيل مريم 6,000 نقفة، وكل من منحلة سقاي تخلو ودكان مدهانية تسفى جابر وطاحونة مرب 5,000 نقفة. وتبرعت إدارة حكير بمديرية صنعاء 65,770 نقفة، وفي مديرية الدبار وقدمت ضاحية شكت 20,000 نقفة، ودك صنعاء 17,551 نقفة، وعد شرفيتو 15,000 نقفة، ومسلام 13,437 نقفة، وغرطة 12,000 نقفة، وعدك تخولة 10,000 نقفة، وأما دار 9,700 نقفة، وأزايح 6,344 نقفة، ومرب 4,000 نقفة. وفي إقليم عنسبة تبرع سكان ضحية دك الزرقو 5,000 نقفة، ودك قابرو 20,000 نقفة، ومعلدي 1,500 نقفة، وكل من ضواحي شعب سلبة وحدش عدي وعدي بربري 10,000 نقفة، و7,000 نقفة لكل من دك عنده ودبر سيناء والمنطقتين الأولى والثانية في إيدن، ودنبه ب90 6,000 نقفة، وأدربة 5,000 نقفة، ويقعر 4,000 نقفة، وإيرا العلاي وتحتاي 3,000 نقفة لكل منهما، وبلدة عتكلزان 40,350 نقفة، و11 جمعية في بلدة إيدن 11,000 نقفة، وجمعية منتجي الخضر والفاكهة في عتكلزان 15,000 نقفة، وجمعية منتجي الخضر والفاكهة في علا برعد 20,000 نقفة.
في غضون ذلك واصل الإريتريون المقيمون في منطقة الجنوب أفريقي دعمهم لصندوق مكافحة وباء كورونا، حيث تبرعت الجالية الإريترية في أنغولا 16,667 دولار، والجمعية التعاونية للإريتريين في أنغولا 16,667 دولار. وعلى مستوى المؤسسات قدمت مؤسسة جابر وإخوانه التجارية 8,333 دولار، ولا سيما مؤسسة إفروير التجارية 8,333 دولار، ومؤسسة عنسبة التجارية 8,333 دولار، ومؤسسة سنيتا التجارية 6,667 دولار، ومؤسسة إلغا غريب التجارية 5,000 دولار، ومؤسسة سولماك التجارية 5,000 ناف، ومؤسسة زارا التجارية 5,000 دولار، ومؤسسة روزبين التجارية 5,000 دولار، ومؤسسة أنغو إيري 4,167 دولار، وسامسونج قبرهوات التجارية 3,333 دولار، أي ما مجموعه 92,500 دولار أمريكي. كما تبرع الإريتريون المقيمون في مختلف مناطق أنغولا في الجزء الثاني من تبرعهم 58,660 دولار أمريكي. وتبرعت ساعة مواطنين مقيمين في زيمبابوي وزامبيا وجنوب أفريقيا 7,588 دولار أمريكي و55,000 رواند جنوب أفريقي. وأضاف الإريتريون في إسرائيل لتبرعهم السابق بمبلغ 883,000 شيكل، أضافوا 362,000 شيكل إلى جانب تبرع عضوات الاتحاد الوطني للمرأة 18,000 شيكل، وأعضاء السفارة 10,000 شيكل، ليصل مجموع التبرع 1,273,000 شيكل. مواصلة للمساعدات الشعبية وأفراد قوات الدفاع الإريترية المقدمة للجهات المحتاجة في إقليم شمال البحر الأحمر، ساهمت القيادة الوسطى للقوات البحرية ب 46,466 نقفة لشراء حوالي 60 كنتالا من الذرة والسكر والزيوت، ووزعت للأسر المحتاجة في مناطق مرسى فاطمة وغوراي وغليلي وغارسا في مديرية قلعلو. كما ساهم صاحب فندق دهلك بمصوع ب20 كنتالا من الذرة لذات القرض، وأسرة المتوفي ولد نقوس تسفى مريم سمحت إقامة شهرين للأسر المستأجرة لمنزلها في مدينة مصوع. من جهة ثانية سمحت أسرة السيد سلطان التسفاي المقيمة في نيروبي الكينية إقامة شهرين للأسر المستأجرة لمنزلها في وسط أسمرة، والسيد إدريس إزاز إسحاق إقامة شهرين مجانا ل3 أسر مستأجرة لمنزله في سنبل. يلازم المواطنون بيوتهم ضمن الجهود الجارية للسيطرة على وباء فيروس كورونا المستجد ولتخفيف الضغط المعيشي عليهم انطلاقا من قيم التضامن والتعاون التي يتحلى بها الشعب الإريتري. يسمح الإريتريون المقيمون في الداخل والمهجر السكن المجاني لمستأجري منازلهم في مختلف مناطق البلاد خلال جائحة كورونا. وفي هذا الإطار هذا التقرير بصوت الزميل محمد نور يحيى، فلنتابع. قرر المواطنون المقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية الإقامة المجانية للمستأجرين في منازلهم بمختلف المدن الإريترية. ووفق المعلومات الواردة من السفارة الإريترية في أمريكا، سمح المواطنون المقيمون في واشنطن وسانتا روزا وأوهايو وكولومبوس وسياتل وبوسطن ونيويورك وسان ليوناردو ودنفر وشيكاغو إقامة مجانية للأسر المستأجرة في منازلهم بمدن أسمرة وكرن ودباروا من شهر وحتى زوال جائحة كورونا من البلاد. وقد سمح السيد جمال الطيب المقيم في واشنطن بإقامة 3 أشهر مجانا للأسر المستأجرة لمنزله بمدينة كرن، وكذلك أسرة السيد قايم والداي إقامة 2 شهرين للأسر المستأجرة في منازلها بمايتمناي وعد قعداد. وأسرة السيد قبر مدهن تسفى مريم المقيمة في سانتا روزا سمحت بإقامة الأسر المستأجرة في منزلها بمايتمناي حتى زوال جائحة كورونا. وأسرة السيد يماني أسقدوم إقامة 2 شهرين للأسر المستأجرة لمنزلها في سنبل. وأسرة السيد تخلاي سمري إقامة 3 أشهر للأسر المستأجرة لمنزلها في عد أبيتو. وأسرة السيد تسفى مريم إقامة الأسر المستأجرة لمنزلها في سنبل حتى زوال كوفيد-19 من البلاد.
وأسرة السيد جبريسوس تسفى ماريام إقامة 3 أشهر للأسر المستأجرة لمنزلها في 4 أسمرة. كما سمحت أسرة القس مهدري المقيمة في أوهايو الأمريكية بإقامة 3 أشهر ل8 أسر مستأجرة لمنزلها، وأسرة السيد كبرآب قايم المقيمة في كولومبوس الأمريكية بإقامة 4 أشهر ل4 من الأسر المستأجرة لمنزلها في مدينة كرن. وكذلك أسرة السيد أبراهام سبهاتو إقامة لأسرتين مستأجرة لمنزلها في بيت مخا، وأيضا 3 أسر مستأجرة لمنزلها في عد سقدو حتى زوال المرض الفتاك من البلاد. كما سمحت إلسا قشي قبر قرقيش المقيمة في سياتل الأمريكية بإقامة 2 ل7 أسر مستأجرة لمنزلها في 4 أسمرة بالعاصمة أسمرة. وأسرة السيد برهاني حقوس إقامة الأسر المستأجرة لمنزلها في أسمرة حتى انتهاء أزمة كوفيد-19. والسيد تسفى قرقيش كفل مريم إقامة 3 أشهر لأسرتين مستأجرة لمنزله في دباروا. وأسرة السيد تسفى ميكائيل والدمدهن إقامة أسرتين مستأجرة لمنزلها في منطقة لاقيتو بالعاصمة أسمرة حتى زوال جائحة كورونا من البلاد. من جهة ثانية سمحت ألماس تخلي المقيمة في بوسطن الأمريكية بإقامة 2 ل7 أسر مستأجرة لمنزلها في 4 أسمرة، وشهر 1 ل7 من الأسر مستأجرة لمنزلها في مايتماناي وسابا هيلي بإقامة 2 ل6 أسر مستأجرة لمنزلها في منطقتين بالعاصمة أسمرة. والسيد باشاي تقاي درع المقيم في نيويورك بإقامة 6 أشهر ل3 أسر مستأجرة لمنزله في أبشاول. والسيد فتوي تسفاهوني المقيم في سان ليوناردو الأمريكية بإقامة 2 للأسر المستأجرة لمنزله في بيت قرقيش. وأسرة السيد سرقي هبت ميكائيل المقيمة في دنفر الأمريكية بإقامة 2 ل9 من الأسر مستأجرة لمنزله في عد سقدو. وأسرة السيد هبت ميكائيل برهاني المقيمة في شيكاغو الأمريكية بإقامة 3 أشهر ل4 من الأسر المستأجرة لمنزلها في مدينة كرن. ومواطنة مقيمة في شيكاغو الأمريكية تحفظت عن ذكر اسمها بإقامة 2 ل6 أشهر مستأجرة لمنزلها في قوشيت بأسمرة. أوضح سكان ضاحية عدردي بمديرية غردات أن إرساء مشروع مياه الشرب الصالحة مكن من انتفاء الأمراض الناتجة عن تلوث المياه. وذكر السكان بأنهم يحصلون على خدمات أفضل خاصة بعد تحويل الضخ من المحرك إلى التيار الكهربائي. ويسهم المشروع بدور كبير في الوقت الذي يلازم فيه المواطنون بيوتهم احتراما لتوجيهات مكافحة وباء كورونا. وقال رئيس لجنة تنمية مياه عدردي الأستاذ جعفر آدم إن سعر برميل الماء كان 12 نقفة أثناء الضخ بالمحرك، وتقلص إلى 3 نقفات بعد تبديله بالتيار الكهربائي. من جانبه أوضح مدير ضاحية عدردي السيد محمد حدوق وجود 5 نقاط توزيع المياه ويتطلب زيادتها نتيجة الكثافة السكانية. استشهد في 10 من مايو جراء مرض فجائي عضو وزارة الإعلام المناضل الزازي زرع مريم ودي جنرال عن عمر بلغ 57 عاما. التحق المناضل الزازي بصفوف قوات التحرير الشعبية في سن صغير عام 1975، وخدم في القوات المقاتلة وقسم الهندسة العسكرية وقسم الإعلام والدعاية حتى يوم الاستقلال. وعمل المناضل الزازي زرع مريم بعد وحتى يوم استشهاده في قسم الصحافة بوزارة الإعلام. والفقيد المناضل الزازي رب أسرة وأب ل5 أبناء. وقد وري جثمانه الثرى ظهر اليوم 12 من مايو بمقبرة الشهداء بأسمرة. وتعرب وزارة الإعلام عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل الزازي زرع مريم ودي جنرال، وتقدم تعازيها الحارة لأسرته ورفاقه وزملاء العمل. سيداتي سادتي، هذه كانت أخبارنا المحلية. فصل قصير ونعد لمتابعة الأخبار على الصعيد العالمي. ابقوا معنا. وعلى الصعيد العالمي،
حذرت منظمة الصحة العالمية من أن بعض البلدان شهدت ارتفاعا كبيرا في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك على إثر رفع الحجر المنزلي والقيود الأخرى التي اتخذت لمحاصرة الجائحة. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم غابرييسوس خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف إنه تم تحديد أول مجموعة من حالات الإصابة منذ أن تم رفع الحظر في ووهان الصينية. كما أعلنت ألمانيا أيضا عن زيادة في عدد الحالات بعد تخفيف القيود التي كانت فرضتها سابقا. وقال تيدروس إن منظمة الصحة العالمية أصدرت توجيهات ومعايير يتعين على الدول النظر فيها قبل رفع القيود وحالة الإغلاق. وحدد تيدروس 3 شروط يجب توافرها قبل تخفيف القيود، وهي أن يكون الوباء تحت السيطرة والنظام الصحي في البلد المعني قادر على مواجهة موجة إصابات الجديدة، ووجد آلية فعالة للوصول إلى المصابين والمخالفين وعزلهم وعلاجهم. ويشار إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد بلغ 287 ألف شخص في مختلف أرجاء العالم، حيث سجلت أكثر من 4.2 مليون إصابة مؤكدة بالفيروس في 195 بلداً. قال وزير التجارة الأسترالي سايمون بيرمينغهام أنه قلق من قرار الصين تعليق استيراد اللحوم من 4 مصالح أستراليا في خطوة ينظر إليها باعتبارها تصعيدا جديدا في إطار التوترات المستمرة بين البلدين. جاء القرار الصيني بعد أيام من إعلان بكين عزمها فرض تعريفات جمركية إضافية بقيمة 80% على الشعير الأسترالي. وكانت العلاقات الدبلوماسية بين الصين وأستراليا قد تدهورت بشكل سريع بعد أن بدأ رئيس الوزراء سكوت موريسون في الدعوة لفتح تحقيق عالمي مستقل في منشأ ظهور فيروس كورونا في الصين. وحذر السفير الصيني في كامبرا في وقت سابق من الشهر الجاري من أن الشعب الصيني قد يعيد النظر في شراء اللحم الأسترالي إذا ما استمر موريسون في دعوته من أجل فتح التحقيق. ويعتبر السوق الصيني هو أكبر سوق للحوم الأسترالية من حيث الحجم، حيث يستوعب 31% من إجمالي صادرات أستراليا. قتل 5 أشخاص من المرضى المصابين بفيروس كورونا جراء حريق اندلع في وحدة العناية المركزة بمستشفى في مدينة سان بطرسبرغ بحسب مصدر أمين في وزارة الطوارئ الروسية. وأفاد المصدر أن 5 أشخاص كانوا الضحية للحريق، وأجلي 150 إثر الحادث الذي وقع في مستشفى القديس جورجيوس في شمال ثاني أكبر مدن روسيا، بحسب وكالة أنباء تاس التي أوضحت أن المستشفى كان يخضع لإعادة تنظيم بهدف استقبال مرضى كوفيد-19. واندلع الحريق في الطابق السادس من المستشفى الواقع في شمال المدينة، وتمت السيطرة عليه في وقت لاحق ولم يمتد إلى على مساحة 10 أمتار مربعة بحسب الفرع المحلي لوزارة الطوارئ. ورجح المصدر أن يكون سبب احتراق جهاز للتنفس، وأعلنت لجنة التحقيق في بيان لها أنها فتحت تحقيقا حول الوفاة بسبب الإهمال. الخبر الأخير في هذه النشرة: في أحد مروج السويد استقبل مطعم يضم طاولة واحدة ومقعدا واحد أول زبائنه في محاولة للجمع بين تجربة التنزه وحماية الزبائن من خطر العدوى بفيروس كورونا. ويحمل المطعم الجديد اسم طاولة لشخص واحد ولا يعمل به أي نادل، ولكن يقدم الطعام في سلة تخرج من نافذة المطبخ وتصل للطاولة عن طريق بكرة دوارة. وقال بيرسون الذي فتح المطعم مع شركته ليندا كاريسون إن الفكرة طرأت لهما عندما جاء والدا ليندا للزيارة في شهر مارس، فعد لهما طاولة بالخارج وقدم الطعام عن طريق النافذة.
والمطعم في السويد على عكس دول كثيرة في أوروبا مسموح لها بفتح أبوابها وسط جائحة كورونا على أن تحافظ على معايير التباعد الاجتماعي. أيها السادة المشاهدين، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية لهذا المساء، قدمناها لكم من تلفزيون دولة إريتريا. أشكركم على حسن المتابعة، في أمان الله ورعايته.